سرقه العربيات الكيا والهيونداي. من يومين بالظبط 65 شركه تامين امريكيه رفعوا قضايا على شركه كيا وهيونداي، وقالوا ان هم خسرانين 600 مليون دولار لحد دلوقتي، وده بسبب جرائم السرقه اللي حصلت بسبب فيديو نزل لواحد بيشغل عربيات كيا وهيونداي بكل سهوله. الفيديو ده انتشر في امريكا وبقى ترند، والناس بقت تلاقي اي عربيه كيا وهيونداي بتكسر الازاز وتخش تشغلها من باب السخريه، او في فعلا ناس بتسرق العربيات وبتمشي. وشركات التامين بتقول ان اللي حصل ده بسبب ان شركه كيا وهيونداي مجتمعين مع بعض ما زودوش 8 مليون عربيه بنظام ايموبلايزر اللي هو مانع السرقه او مانع تشغيل الموتور. وقالوا في الدعوه القضائيه دي ان الحرامي علشان يخش العربيه بيكسر الازاز وبيعمل تلفيات في الدركسيون، وده بيكلفهم من العربيه الواحده متوسط 3000 دولار. ولو الحرامي ده فعلا سرق العربيه ومشي وما عرفوش يرجعوها، بيدفعوا متوسط تعويض 20000 دولار لصاحب العربيه. بالنسبه لنا هنا في مصر الكلام ده مش جديد، بيحصل بقاله فتره فعلا في عربيات كيا وهيونداي. فيا ريت يا جماعه ناخد بالنا، اول حاجه نركن العربيه في مكان امان، ثاني حاجه ان احنا نقفل اللوك بتاع الدركسيون بعد ما نبطل العربيه، وثالث حاجه ان احنا ممكن نجيب قفل الدركسيون اللي بيقفل الطاره مع البدال، سعره دلوقتي متوسط 300 جنيه. لو الفيديو ده